اكتر مشكله تتعب اي حد عنده عربيه هي انها تكون بتستهلك بنزين زياده عن الطبيعي. في الفيديو ده هنتكلم عن اكتر الاسباب اللي بتخلي العربيه تستهلك بنزين زياده. وللاسف مشكله استهلاك البنزين الزياده دي مشكله شائعه عند اي حد عنده عربيه، واسبابها لا نهائيه، والبطل الاول والرئيسي فيها هو قله الصيانه وقله المعرفه بكيفيه صيانه العربيه، او حتى شغل الصناعيه اللي مش صح اللي بيحصل في العربيه. لما بتتراكم بقى الحاجات دي كلها على بعض بتعمل مشاكل مش معروف اسبابها ولا معروف حلها ولا معروف اصلا هي جت منين. هنحاول ان شاء الله في الفيديو ده نوضح بعضها عشان نقرب لكم المعلومه اكتر، والمعلومات كلها هتكون في سلسله من 3 فيديوهات عشان كل واحد عنده زياده استهلاك بنزين في العربيه بتاعته يقدر يمشي وراها ويقرب لاسبابها ويعرف هي جت منين بناء على معرفته بعربيته. اولا هنقسم الاسباب دي ل3 اجزاء، وهنتكلم عن كل جزء في فيديو لوحده، والفيديوهات هتنزل كلها ورا بعض. خليكم متابعين القناه على كل المنصات: فيسبوك، انستجرام، يوتيوب وتيك توك. الجزء الاول متعلق بظروف السواقه نفسها، دي تعتبر اقلهم في التاثير على استهلاك البنزين لانها متغيره ومش دائمه، وكل مشوار وليه ظروفه. زي مثلا انك تكون مستعجل وبتقرص على العربيه، سايق في طريق طوالي بس الهوا جاي جامد وجاي عكسك، سايق في طريق مكسر وسرعتك فيه ما بتعديش ال20، وماشي فيه بالراحه وكل شويه تدوس فرامل وتقف وتطلع تقف وتطلع، ماشي في طريق سريع وفاتح الشبابيك بتاعه العربيه فبتزود مقاومه العربيه للهواء، سايق على طريق كله مطلع لفتره طويله، سايق في طريق زحمه والطريق واقف، سايق في درجات حراره عاليه معديه ال40 بس عربيتك اوروبي، الياباني ملوش دعوه بالكلام ده. كل دي اسباب وظروف مختلفه تزود استهلاك البنزين في العربيه، بس زي ما قلنا زيادات صغيره وممكن تكون غير ملحوظه، لكن نظريا ده بيحصل وبيحصل مع ناس كتير كمان. فلازم تبقى فاهم انك لو بتعمل حاجه من الحاجات اللي قلناها دي هتزود معاك استهلاك البنزين. قولوا لي بقى في الكومنتات لو في حاجات انا ما قلتهاش ليها علاقه باسلوب السواقه وبتزود استهلاك البنزين وحصلت معاك. واستنوني في الفيديوهات الجايه هنتكلم عن الجزئين التانيين والاسباب الاهم اللي بتخلي استهلاك البنزين يزيد بشكل مش طبيعي. اعمل لايك وشير وفولو واستنى الفيديو الجاي.